فرق كبير بين التوفير والبخل. في ناس فاكرة ان التوفير يعني بخل، بس الحقيقة ان في فرق كبير جدا ما بينهم. انا كنت فاكرة اني بوفر، بس اكتشفت ان في ساعات كتيرة كنت ببخل فيها على بيتي وعلى نفسي وعلى ولادي من غير ما احس. استني بس، لان الفرق ده ممكن يغير طريقة صرفك كلها. لو انتي اول مرة تشوفيني، انا هند، ست بيت جنيه ونص. قناتي بتهتم بالتوفير والميزانيات. اعملي اشتراك ولايك وفعلي الجرس على الكل عشان كل فيديو جديد يجيلك اشعار بيه. كتير مننا بيقول أنا بحاول أوفر، بس في الحقيقة يا إما بيصرف زيادة يا إما بيشد على نفسه زيادة، والاتنين غلط. لأن خير الأمور وسط. ربنا في القرآن الكريم قال: بسم الله الرحمن الرحيم: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يعني إيه؟ يعني لا تقربطها قوي ولا تخلي إيديك مفتوحة قوي. تعالوا هنا الأول نبسطها كده ونشوف التوفير يعني إيه والبخل يعني إيه. أولا، التوفير يعني إني أستخدم فلوس بذكاء، والبخل يعني إني أمنع نفسي وأحرمها من حاجات أنا محتاجاها أساسا. طيب إزاي تعرفي أنت بتوفري ولا بتبخلي على نفسك؟ ركزي كده معايا وتعالي نشوف الفرق ما بين الاتنين. أول فرق: لو بتشتري حاجات رخيصة جدا وبتبوظ منك بسرعة، ده مش توفير، ده بخل، لأنك هتدفعي تمن الحاجة ديت مرتين. طيب التوفير إزاي؟ إن أنا أجيب حاجة يكون سعرها كويس ويكون الخامة والجودة بتاعتها كويسة، ده كده اسمه توفير. الفرق التاني: لو بتمنعي نفسك من أكل كويس أو حاجة أنت محتاجاها فعلا، أحب أقولك إن ده بخل مش توفير. طب الفرق التالت: لو بتشتري حاجات مش محتاجاها علشان عليها عرض، ده يا حبيبتي لا توفير ولا بخل، ده اسمه تضييع فلوس. أنا شخصيًا كنت باعمل كده، وكنت فاكرة إني صح. أنا كنت باوفّر في المكان الغلط وباصرف برضه في المكان الغلط، لحد ما فهمت الفرق ما بين الاتنين وبقيت أسأل نفسي سؤال بسيط جدًا: الحاجة ديّة أنا فعلًا محتاجاها وهتفيدني فعلًا والّا لأ؟ وهنا حطيت شوية كده قواعد أنا مشيت عليها. أول قاعدة وهي إن أنا أوفّر في الكماليات، التوفير في الحاجات اللي هي مش أساسية عندي، مش ثابتة، مش مفيدة، أو بمعنى أصح اللي هي في الرفاهيات، دي اللي أنا ممكن أوفّر فيها. طب رقم 2: إني ما ابخلش أبدًا لا على نفسي ولا على بيتي ولا على أولادي في الحاجات الأساسية، الحاجات اللازمة، الحاجات الضرورية، الحاجات اللي ما فيش استغنى عنها وما فيش بديل منها، دي ما باقدرش أوفّر فيها. طب رقم 3: إن أنا لمّا آجي أشتري جودة تعيش معايا. أي حاجة هاشتريها أبُص على الخامة والجودة مقابل السعر. أشتري حاجة بسعر كويس وفي نفس الوقت يكون الجودة بتاعتها جودة كويسة. يعني هاشتري الجودة مقابل السعر، أوازن ما بين الاتنين. رابع قاعدة حاططها لنفسي: إن أنا أفكر قبل ما أشتري أي حاجة. أي حاجة قبل ما أشتريها أشوفها الأول حاجات أساسية والّا كماليات. أشوف فعلًا حتى لو كماليات هي ضرورية أوي والّا ممكن أستغنى عنها وحاجة تانية تعوضني عنها. فأفكر قبل ما أشتري أي حاجة. لو فهمتِ الجزئية دي هتوفّري فلوس كتير جدًا. قولي لي بقى بصراحة، أنتِ أقرب لمين؟ للتوفير والّا أقرب للبخل؟ القواعد ديّة أنا لمّا طبّقتها يا بنات بقيت مرتاحة نفسيًا أكتر، وباصرف من غير تأنيب ضمير، لإن أنا عارفة أنا باصرف إزاي، وعارفة أنا باصرف فلوسي في إيه، وعارفة إن الحاجات اللي أنا باشتريها ديّة هتنفعني والّا لأ، وعارفة هتعود عليَّ كويس وعلى بيتي كويس والّا لأ. التوفير يا بنات عمره أبدًا ما كان حرمان، ولا كان البخل هو الحل. الحل في إن أنتِ تعملي توازن ما بين التوفير وما بين البخل. اعرفي إن التوازن هو السر اللي هيخلّيكِ تعيشي مرتاحة وحياة أهدى، وهتعيشي وأنتِ مبسوطة. وافتكري إنِّك بتوفّري علشان تعيشي حياة أفضل وحياة أحسن، مش عشان خاطر تحرمي نفسِك وأولادِك وبيتِك من حاجات أنتِ محتاجاها. لو الفيديو فادِك اعملي لي لايك واشتراك وفعّلي الجرس على الكل، واكتبي لي كده كومنت حلو من إيدِك، هاكون سعيدة ومبسوطة. أشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.